صباح الخير، معاكم قناة تكات الوصفات مع أماني. هنعمل النهاردة حالة سريعة وسهلة ولذيذة جدا. كيكة شوكولاتة ومعاها ميكس ما بين الموز والشوكولاتة البيضاء وصوص الفراولة. هو صنف، أنا واثقة إن هو هيعجبكم جدا وهتعملوه وهتجربوا لأن هو بصراحة صنف يستاهل التجربة. بس لو أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم. المقادير: تلت كوباية زيت، تلت كوباية لبن، بضاية، كوباية إلا ربع سكر بودرة أو سكر عادي مش هتفرق، كوباية دقيق، معلقة كبيرة كاكاو خام، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح أو طرف معلقة صغيرة ملح. هنخلط المقادير الجافة مع بعض. حطينا الدقيق وبننخله، هنحط الكاكاو الخام وكمان البيكنج باودر ورشة الملح. دي كل المكونات الجافة هنقلبها مع بعض في بولة. حطينا الزيت والسكر، هنقلب مع بعض بالمضرب اليدوي، البيضة، الفانيليا، ونقلب كله مع بعض. هي طريقتها في منتهى البساطة والسهولة. حطينا اللبن، مش بنستخدم مضرب كهربائي ولا حاجة، حطينا الدقيق وكده خلصت في منتهى السهولة، ما خدتش دقيقتين. بنقلب مع بعض كله. بنجيب الصينية اللي هنحط فيها الخليط، بنصب الخليط بندخلها على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 تقريبا، من نص ساعة لساعة إلا تلت، مش أكتر من كده لأن المقاس ده صغير. مقاس الصينية 15 سنتي بالمقادير دي. لو عايزين نعمل صينية أكبر بنضاعف المقدار اللي أنا عاملاه في الصينية دي. بنختبرها بالخلة، بتكون نضيفة يبقى هي كده استوت. بنسيبها تبرد تماما تماما تماما. أنا ابتدي أشتغل فيها بعد ما بردت. جبت كوباية إلا ربع لبن، ولبن محلي يعني حاطة فيه معلقتين سكر، وببتدي أسقي بيها الكيكة بتاعتي. باسيبها تتشرب براحتها خالص خالص لحد ما أعمل الطبقة اللي فوق. 150 جرام شوكولاتة مبشورة بحطها في حمام، على حمام مية على البوتاجاز لحد ما تسيح تماما بالشكل ده. برفعها من على الحمام المية، وبكون مجهزة 3 4 صوابع موز متقطعين، وبحط معلقة لبن واحدة، معلقة مش كتيرة، وبتكون سخنة معلقة اللبن سخن، وبقلبها جامد جدا في الشوكولاتة علشان ألفها بيها، وبقلبها وبيتغير لونها من الأبيض الناصع إلى الأبيض البهتان ده. ببتدي أضيف الموز، وكل قطعة موز بتتغلف بقى بالشوكولاتة. طبعا هي ما بتسودش بقى لأنها خلاص اتغلفت بالشوكولاتة، فالموز بيحتفظ بلونه. وابتدي أصبها فوق الكيكة اللي متشربة باللبن. يعني لكم أن تتخيلوا بقى كيكة متشربة باللبن وحط عليها صوص شوكولاتة بيضة وفيه كمان قطع موز. لكم أن تتخيلوا هذا الطعم، يعني بجد هي كانت رهيبة. بحط عليها في الآخر بقى صوص كراميل، صوص شوكولاتة، صوص فراولة. ده صوص فراولة، وممكن من غير حاجة خالص، ده للتزيين فقط يعني، ومش بيدي طعم قد ما هو للشكل. كده خلصنا وصفتنا النهاردة، وعايزة أقول لكم انتوا لازم تجربوها بجد رهيبة. تستاهل التجربة. لو أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا اشتراك، ونتقابل في وصفة جديدة إن شاء الله.